نيجي للسؤال اللي يصدح نفسه، عشاق الهيمي الثمانية سرندل اللي يعشقوا صوت الثمانية سرندل في الهيمي يا شباب، هل حيتجهوا للسيارات الكهربائية؟ أنا أقول لكم هي من الآن أبدا ما حيتجهوا للسيارات الكهربائية، لأنه في دمهم وفي عرقهم السيارات البنزين، وصوت الثمانية سرندل حيقعدوا إلين ما يكبروا، إلين ما يشيبوا عندهم الثمانية سرندل حقهم، وحيحطوا عليه سوبر شار أو 2 سوبر شارج أو حتى 10 سوبر شارج، وحيمشوا زي اللي تشوفون في الكار شو، تشوفون في ماشيين في الكار شو عندهم سيارة قديمة انتيكا وهي ما شاء الله 2000 3000 حصان، وقاعدين يمشوا بالهيمي حقهم أو بالثمانية سرندل حقهم وبالاختراعات حقهم. بمعنى يا شباب، الناس فيما يعشقون مذاهب. الجيل الجديد حيتجه للسيارات الكهربائية، الجيل اللي يحب الثمانية سرندل وعاش في الثمانية سرندل وعاش في صوت الثمانية سرندل أبدا ما حيغير الثمانية سرندل، وهذا اقتراح الشخصي من عبادي وحتشوفوا بعينكم. What?